يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى واغلى متابعين. يا هلا فيكم ويا مرحب بيكم. برحب بكل اللي موجودين عندي في القناة وبقول لهم مشرفيني ومنوريني، وكمان برحب بكل المشتركين الجدد اللي دخلوا عندي في القناة وبقول لهم شرفتوني ونورتوني، وجودكم على راسي من فوق، وبشكركم على تواجدكم معايا، وقناتي بجد نورت بوجودكم فيها. ربنا يا رب يسعدكم ويسر خاطركم ويكتب عليكم السعادة والفرح الدائم يا رب العالمين. ما تنسوش تدعوا لجميع أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم ارحم أبي واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة، هو وجميع أبائنا وأباء المسلمين أجمعين يا رب العالمين. تعالوا ندخل الفيديو بتاعنا ونشوف احنا هنعمل ايه معانا النهاردة. روتين بسيط شوية، مش صعب قوي. في الحقيقة أنا رايحة لوالدتي لأن مرات أخويا سافرت القاهرة علشان تعبانة شوية، راحت لأهلها، وأمي طبعا قاعدة لوحدها، فلازم طبعا أروح لها تاني، ما قدرتش أسيبها لأن أنا لسه راجعة قريب يعني من عندها. بس بما أني جت الظروف وحصلت حاجات يعني اختلفت الظروف، فاضطريت أن أنا أروح لها تاني. وطبعا قبل ما اروح لها لازم اوضب الشقة وارتبها، ولو فيها حاجة مش نظيفة بنضفها، يعني المهم اسيبها كده ايه فل على سنجة 10. طبعا انا بوضب على طول وبنضف وبكنس في الشقة وبمسح وكل حاجة طول ما انا قاعدة فيها، بس يعني لازم وانا ماشية اديها دور كده كأني يعني لسه راجعة فيها، كأني كنت غايبة من فترة ورجعت، فبنضفها واغير الملايات وبشيل كل حاجة فيها وبمسحها كأني كنت غايبة ورجعت. مفيش حاجة عندي اسمها اهي كده كده انا ماشية وهسيبها اقفلها على كده باللي فيها وهبقى لما ارجع انضفها، لا، ما برتاحش الا لو انا نضفتها وسبتها زي الفل ومشيت، ولما ارجع بقى بلاقيها نظيفة. يا دوب بس بغير الملايات من التراب وبكنسها كده يعني على خفيف وبمسحها والكلام ده كله، برضو بتبقى سهلة. وكمان انا يعني مضمنش ايه اللي يحصل في شقتي وانا مش موجودة، ممكن حد يضطر يدخل شقتك، ممكن اي حاجة تحصل ظروف، فما ينفعش حد يدخل يلاقي شقتك مكركبة او مبهدلة او فيها حاجة مش تمام. حتى لو محدش هيدخل برضو انا نفسيتي ما بترتاحش الا لما اسيبها نظيفة وزي الفل. المهم انا قلت اصور معاكم الاوضة بتاعه العيال وانا بنضفها كده. فزي ما انتوا شفتوها في اول الفيديو كانت مكركبة خالص، انا كنت في المطبخ بعمل شوية حاجات، وعلى بال ما طلعت على الاوضة لقيت العيال مكركبينها وقلبينها زي ما انتوا شفتوا. فقمت بقى شلت الحاجات دي كلها، وطبعا اول حاجة بدأت بيها مسحت السقف من اي عناكب او اي حاجة ممكن تكون فيها، طبعا ايه ما فيهاش عنكبوت طبعا مستحيل، بس بيبقى فيه شوية تراب كده على الحيطة مش عارف ايه الكلام ده، فلازم طبعا تمسحي الحيطان اول حاجة كويس جدا بالزعافة او بمكنسة او باي حاجة عندك. وبعد كده تاني حاجة هتنفضي الستاير والشبابيك تنفيضة كويسة قوي، لان الستاير والشبابيك جايين على الشارع ومفتوحين، فلازم يبقوا مليانين تراب، اكتر حاجة بيبقوا مليانين تراب. وما تسيبيش الستاير لحد ما تغسليها يعني كل سنة او كل كام شهر زي ما انت متعودة تغسلي، من غير ما تنضفيها. يعني طول الفترة اللي انت مش هتغسليها فيها كل ما تنضفي الاوض او الصالة او ايا كان المكان اللي فيه الستاير تنفضيها كويس قوي بالمنفضة، وما تخليش عليها تراب، لان انت يعني مش هتقعدي طول ال6 شهور دول او طول السنة مثلا من غير ما تنضفيها ويبقى التراب كده عليها من فوق وباين، ما ينفعش كده طبعا، فلازم تنضفيها مع الأوضة. وبعد كده بعد ما هتنضفي الشبابيك والستاير هتنزلي بقى على العفش بتاع الأوضة، السراير والترابيزات والحاجات دي. انا نظفت الترابيزه، كانوا العيال مليانها مناديل وحاجات، ويعني مش هقول لكم بقى العيال بتعمل ايه، شايفين انا بفرش اهو في السرير وبسوي فيه وهم رايحين جايين عاملين زي خيال المآتة، فانا طبعا بتعصب وبيركبني 100 عفريت، ازاي انا عماله بوضب وبساوي وافرد وانتوا رايحين جايين وبتتنططوا، يعني ما يغركوش المنظر اللي في الفيديو، انا كنت بصوت معاهم. المهم بقى بعد كده نفضت السراير وشلت الملايات من عليها اللي هتتشال، ونفضت المراتب كويس ولمعت، طبعا لازم تلمعي الخشب مهما نفضتي فيه من التراب مش هينضف، لازم تلمعيه وتنضفيه في خلطة حلوة للتلميع، ما تخليش الخشب بتاعك يبوظ، شوية مية عليهم شوية خل عليهم شوية سائل مواعين او اي سائل عندك، وتمسحي بيه في بخاخ او ممكن تبلي القماشة وتمسحي بيها زي ما انا عملت عادي جدا، المهم ان انت تلمعي.
هتلاقي العفش بتاعك كده بيلمع وحلو ونضيف، مفيهوش تلزيق ومفيهوش بصمات الايدين ومفيهوش اي حاجة مكان العيال وكده. وكده بقى انا خلاص خلصت السرير الاولاني وقلبت بقى على السرير التاني. يلا بينا. هشيل الحاجات اللي عليه دي، وبعد كده هعمل نفس الخطوات اللي انا عملتها في السرير التاني، طبعا تنفيض وتلميع وفرش. المهم بقى عايزه اقولك ايه، الملايات دي اهم حاجه لازم تغيريها باستمرار، ما ينفعش تخليها على السرير لحد ما ايه تبان عليها كده الحاجات يعني. لازم تغيريها باستمرار، ولازم تنضفي اول باول. اولا لان المخدات دي احنا بننام عليها، في بكتيريا وفي حاجات بتطلع مننا واحنا نايمين، فلازم تتغير اول باول عشان ما تضرش بشرتك وما تضرش وشك وما تسببلكيش حبوب. عدم تغيير الملايات واكياس المخدات بيسبب ظهور حبوب بسبب البكتيريا اللي بتبقى عليها. فلازم على الاقل كل يومين ثلاثة او كل اسبوع على الاقل. مع ان يعني العيال الصغيرة ما بتسيبش الملايات تفضل يومين ثلاثة على بعضها نظيفة، هما يومين ثلاثة بالكتير، وبناخد اليوم الثالث بالعافية اللي هو مستحملينهم كده وخلاص لحد ايه ما نغير. فما ينفعش يعني نسيب السراير كده مش نظيفة، يعني السراير واجهة المكان، واول كده ما تدخلي عينك بتيجي عليها، بغض النظر عن الضيوف اللي هتجيلك، حتى لو ما بيجيلكيش اي حد زي حالاتي كده، بس انت نفسك عينك لازم تشوف كل جميل، ان الله جميل يحب الجمال. فاحنا عنا لو اتعودت تشوف الحاجات الحلوة النظيفة الجميلة، مش هتتعود على عدم النظافة ابدا، والنظافة من الايمان. فانا يعني كواحده اول ما ادخل الاوضه والاقيها مكركبه والاقي السراير مش نظيفه والملايات مش نظيفه، بصراحه نفسي بتقفل من كل حاجه، بحس ان انا متعقده كده، مش طايقه نفسي، ما برتاحش ونفسيتي ما بترتاحش الا لما اشيل زي ما انتوا شفتوا كده وانضف وامسح وافرش ملايات جديده. بحس ان نفسيتي ارتاحت جدا وببقى مبسوطه كده مش مصدقه نفسي. وبعد ما بخلص فرش مش ببقى عاوزه العيل اقول لهم اللي هيقرب على السراير هاكله، محدش يطلع على السرير، محدش يقعد عليه، ببقى عايزاهم كده يفضلوا واقفين على الارض من كتر ما انا مبسوطه بالمكان ان هو نظيف ومرتاحه ونفسيتي مرتاحه فيه. وطبعا العيال ما بيسيبونيش نتهنوا بحاجه حلوه، يعني بيفسدوا علينا اللحظات الجميله دي. بس هنعمل لهم ايه، ارجع تاني واقول يلا طب هيروحوا فين، ما هم كده كده قاعدين في الشقه وفوق دماغي، فما لهمش مكان تاني، فلازم هيتنططوا ويلعبوا والكلام ده كله. ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب، ويهديهم علينا ويقوينا عليهم يا رب، ويدينا القوة ان احنا نخدمهم ونراعيهم ونتحملهم، لان العيال الصغيرة متعبة جدا 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 جدا. مهما قلت لكم مش هعرف اوصف لكم، طبعا كلكم عندكم اطفال، واللي ما عندهوش ربنا يا رب يكرمه ويرزقه ويديه الذرية الصالحة اللي تسر خاطره وتجبر بخاطره يا رب، اللهم امين. وهيطلعوا عينيكوا برضو، بس مش مشكلة، المهم ان ربنا يديكوا بإذن الله وتفرحوا بيهم وتشوفوهم قدام عينيكم كده بيتنططوا بيجروا بيكركبوا. في اللحظة دي هتقولي خليهم يكركبوا زي ما هم عاوزين، المهم ان يبقى معانا اطفال ويبقى حوالينا ايه ذرية صالحة، عينينا تقر بيها بإذن الله يا رب. ربنا يرزق كل مشتاق، اللهم امين، واللي عنده يبارك له فيه ويحفظهم ويجعلهم من الصالحين، اللهم امين. دايما ادعي ربنا، قولي اللهم اني عجزت عن اصلاح اولادي فاصلحهم لي، او اللهم اني عجزت عن تربية اولادي فربيهم لي. ربنا هيساعدك في تربيتهم وهيصلحهم لك باذن الله. ويعني في مقولة كده كنت بسمعها، ان من الذنوب ما لا يكفره الا هم الاولاد، فما تزعليش لما تلاقي الدنيا يعني فوق دماغك وولادك تعبينك ومشيلينك الهم ومخليينك حزينة. في اللحظة دي بيفتكر المقولة دي، إن من الذنوب ما لا يكفره إلا هم الأولاد. فيعني ربنا بيبقى رايد إن هو يكفر لك عن ذنوبك، أو في حاجة معينة بنبقى احنا بنعملها فربنا عاوزك يعني ايه يكفر عنا بهم الأولاد، أو مثلا يكون عايز يرفع درجاتنا في الجنة. فيعني كل ده مش هيروح حضر، كل ده عند ربنا، وكل ده ربنا هيجازيك عليه كل خير بإذن الله. اهم حاجة ان انتي تتقي فيهم ربنا وتراعيهم على اكمل وجه، وتبقي حاطة في دماغك ان في نيتك يعني ان الحاجة دي لله، وان انتي بتعملي كده مرضاة لله وارضاء لوجهه الكريم.
فربنا هيكرمك بإذن الله وهيجازيكي فيهم وهيكبر بخاطرك، وإن شاء الله حالهم هيتصلح وهيبقوا يعني أحسن حاجة في الدنيا. انا بقول لكم كده علشان انا واحده منكم، وعندي اولاد وحاسه بالتعب اللي احنا بنتعبه، وانا بتعب زيكم وعيالي مطلعين عينيا كده، مش عايزه اقول لكم قد ايه. نبقى نرجع تاني موضوع الولاد. المهم دلوقتي انا خلصت الاوضه وفرشتها خلاص وارتحت منها، وكان عندي الحمد لله اكل من امبارح. كنت عامله رز بسمتي اصفر، وكنت عامله صينيه بطاطس بالفراخ في الفرن. فطلعتهم طبعا وحطيتهم على النار يسخنوا، وقلت نتغدى يعني. والحمد لله كلنا وبألف هنا وشفا يا رب، نعمة وفضل من عند ربنا. وبعد كده دخلت على المطبخ. طبعا انا غسلت المواعين ورتبت ونضفت تنظيفه كده تمام، علشان انا ماشيه زي ما قلت لكم، بس ما حبيتش اصور لكم عشان ما تزهقوش وما تملوش. وعملت كمان صينيه بسبوسه وصينيه كيكه، بس يعني اتشالت مني من فوق عشان حطيت فوقيها الصينيه التانية. مش مشكله، بس هي طلعت جميله وهشه وزي الفل. عملتهم معايا بقى، وقلت يعني اخدهم عند امي، كده كده هي يعني قاعده لوحدها ومحدش بيعمل لها حاجه، فقلت اخدهم معايا وتدوق معانا يعني. بألف هنا وشفا يا رب عليها وعلينا. المهم بقى انا خلصت حالي كله، نظفت الشقة كلها ورتبتها وخليتها زي الفل، يعني خليتها ايه على ما يرام، وسبتها. وانا رحت دلوقتي عند امي، وده المكان بتاعنا هناك. ده انا كده ورا البيت بتاعنا في الزرعة هناك، بس يعني القمح اتحصد وكده، والدنيا مش خضرة قوي. لما بيكون الجو مخضر بتبقى تحفة. بعشق قوي المنظر ده، وبعشق قوي الجو هناك، يعني حاجة كده مريحة للأعصاب وللنفسية، حاجة كده يعني بحبها موت. حبيت أوريكم جزء من المكان اللي أنا قاعدة فيه. وادي التينة بتاعت أبويا الله يرحمه، وده الزرع بتاعه اهو، بس مش كله يعني، حوالينا جيراننا وحوالينا الزرع بتاع بيت عمي. وكل الناس اهي في الزرع بيعملوا الشغل بتاعهم عشان موسم حصاد القمح. والعيال كانوا فرحانين بالجو، عمالين يجروا ويلعبوا، وانا كمان كنت مبسوطة، الجو كان جميل. ما تنسوش تدعوا لابويا ربنا يرحمه ويغفر له ويجعله من اهل الجنة يا رب العالمين، هو وجميع اموات المسلمين. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. ما تنسيش تحط لايك وتعملي اشتراك في القناة، وان شاء الله اشوفك على خير في فيديو جديد.